الرز اللي بالخلطة أساسي على سفرة رمضان. هنجيب حلة ونحط فيها معلقة كبيرة من السكر ونسيبها لحد ما تتكرمل بالشكل ده، وبعد كده ننزل عليها بالمية السخنة والتوابل ملح وفلفل وسبع بهارات ومعلقة كبيرة من القرفة، ونحط مكعب ماجي. بعد كده نروح نعمل الرز، هنقطع بصلاية كبيرة بس متسيبهاش تتشوح قوي، وبعد كده ننزل بالرز المغسول ونقلبه كويس قوي ونغلفه في السمنة او في الزيت على حسب ما هتحطي. بعد كده ننزل بقى بالشوربة اللي احنا عملناها، وبعد كده نروح نعمل الكبدة. انا هنا دقة فص ثوم مع فلفل وخل وملح وليمون، وبعد كده نزلت عليهم بالكبدة والفلفل. بعد كده حطيت دبس رمان معلقة كبيرة وسبت الكبدة تستوي. بعد كده بقى الرز هيكون استوى معانا وطلع بالشكل الحلو ده. عايزاه الرز يبقى اغمق من كده كرملي السكر قوي، بس انا بحبش اكرمل السكر قوي علشان ما يتحرقش مني. بعد كده بقى انزلي بالكبده، وبعد كده في معلقه زيت او معلقه سمنه هنحمر الزبيب كويس قوي، وبعد كده نرشه على الوش. مش قادره اقولك الرز كان طعمه تحفه والكبده خطيره. جربوها هتعجبكم قوي، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. باي باي.